من حوالي كام يوم وفي يوم 7 ابريل 2025 تم الاعلان الرسمي عن اول عمليه استنساخ للداير وولف، وتم نشر المعلومه دي عبر بيان صحفي لشركه كولوسال بايو ساينسز اللي اعلنت عن ولاده 3 جرام من فصيله الداير وولف، وكان اطلاق اولى جراء الذئب الرهيب بعد 18 شهر من العمل المستمر على بناء السجل الجيني. الشركه قالت انها رجعت النوع المنقرض ده للحياه بعد انقراض دام حوالي 12500 سنه. قدروا انهم يعدلوا على جينات الذئب الرمادي بأجزاء من جينات ذئب منقرض فضلت في حفريات مدتها من 13000 ل 72000 سنة. ايه الحكاية وازاي قدروا يعملوا كده؟ وهل ممكن الحوار ده يتطور في المستقبل؟ يلا بينا مع بعض نشوف ايه تفاصيل الحكاية. الاول تعالى نتعرف على الذئب الرهيب. بص، الذئب الرهيب او بالانجليزي داير وولف كان نوع ضخم جدا من الذئاب اللي عاشت في امريكا الشماليه من حوالي 250 الف سنه لحد ما انقرض من حوالي 10 ل 12 الف سنه. كان اكبر واتقل من الذئب الرمادي اللي احنا عارفينه دلوقتي. اسم رهيب جه لانه كان مفترس مرعب في زمانه، يعني كان في قمه السلسله الغذائيه وقتها. ببساطه تخيلوا ان النسخه الهمجيه الاضخم من الذئب الرمادي اللي احنا عارفينه دلوقتي كان اكبر واتقل من الذئب الرمادي. طوله ممكن يوصل لمترين من الانف لاخر الديل، وارتفاعه عند الكتف كان حوالي 80 سم، وكان تقيل. وزنه كان بيتراوح من 65 ل 80 كيلو، يعني تقيل بنسبة 25% اكتر من الذئب العادي. وعنده عضلات قوية وفك قوي جدا واسنان اكتر سمكا من الذئاب الحديثة، مهيئة انها تكسر عظام فرائس كبيرة. وكان غالبا بيصطاد في مجموعات وبيصطاد فرائس ضخمة زي الاحصنة البرية والبيسون وممكن حتى الماموسات الصغيرة. وكان منتشر في أمريكا الشمالية وخصوصا السهول المفتوحة والغابات، وعاش في نفس الوقت مع الماموس والنمور ذات الأسنان السيفية. وانقرض بعد نهاية العصر الجليدي لما تغير المناخ وابتدت الفرائس الكبيرة تختفي، ومعاهم ابتدى الذئب الرهيب يختفي كمان. على فكرة، رغم ان شكله شبه الذئب الرمادي، الدراسات اثبتت ان هما ما كانوش قريبين جدا جينيا. الذئب الرهيب كان فرع لوحده. دلوقتي احنا عرفنا ايه هو الذئب الرهيب. ازاي بقى قدروا يستنسخوا حيوان انقرض من الاف السنين؟ اولا لازم يكون عندنا معرفة بالدي ان ايه والفرق بين التعديل الجيني والتهجين والاستنساخ. وده ببساطة هو كتالوج المعلومات اللي موجود جوه كل خلية حية. هو عبارة عن شريط طويل جدا متكون من وحدات صغيرة اسمها نيوكليوتيدات، وكل واحدة فيها قاعدة من 4 قواعد مختلفة: ادينين، ثايمين، سيتوسين وجوانين. القواعد دي بتترتب بطريقة معينة وبتعمل شفرة او كود. الكود ده بيقول للجسم ازاي يصنع البروتينات اللي بيحتاجها عشان يبني جسم ويشغل اعضائه ويكون شكله او حتى يتحكم في تصرفاته. يعني مثلا شكل شعرك، لون عيونك، طولك، او حتى حاجات زي المناعة والشكل، كل ده مكتوب في الدي ان ايه بتاعك. بعد ما العلماء اكتشفوا الاف الاحافير عن الذئب الرهيب اماكن زي حفرة الاطران الشهيرة في كاليفورنيا، حاولوا يستخرجوا دي ان ايه عشان يفهموا اكتر عن النوع ده، بس واجهوا مشكلة كبيرة زي ان الدي ان ايه بيبقى هش جدا، ومع الوقت الطويل اللي هي الاف السنين بيبدأ يتحلل ويتكسر لقطع صغيرة، خصوصا في الاماكن الدافية زي كاليفورنيا اللي فيها الحرارة بتسرع عملية تحلل الدي ان ايه. رغم كده من شوية احافير محفوظة كويس، خصوصا اللي كانت مدفونة في ظروف شبه مجمدة او جافة، قدروا يلاقوا شوية بقايا دي ان ايه. وبعد مجهودات ضخمة من فرق بحثية في امريكا وكندا، سنة 2021 اعلنوا ان هم نجحوا في فك شوية جينات عن الذئب الرهيب. وهنا كانت المفاجأة لما قارنوها بجينات الذئب الرمادي. لا، ده كان نوع مستقل تماما، انفصل عن الذئاب الحديثة من حوالي 5 أو 6 مليون سنة. بمعنى تاني، الذئب الرهيب مش جد الذئب الرمادي، ده كان خط تاني لوحده. وهنا في سؤال مهم: ايه الفرق بين الاستنساخ والتعديل الجيني والتهجين؟ الاستنساخ الحقيقي او الكلونينج بيعتمد على نقل نواة خلية بالغة الى بويضة مفرغة من نواتها زي ما حصل مع النعجة دولي. الشرط الاساسي هو وجود خلية سليمة من الحيوان نفسه او نسخة قريبة جدا منه. التعديل الجيني او الجينوم اديتنج بيستخدم ادوات زي كريسبر وكاس 9 لتعديل جينات محددة في حيوان قريب من الحيوان المنقرض، وده بيخلق هجين جزئي مش نسخة مطابقة. التهجين او التربية العكسية الباك
بريدنج. بنربط الصفات القديمة في سلالات موجودة حاليا للوصول لشكل قريب من المنقرض، لكن الجينوم بيختلف عن الأصلي بشكل كبير. طب هنا هم عملوا ايه بقى لاسترجاع الذئب الرهيب؟ خليني اوضح لك بدقة علمية. اللي حصل ما كانش استنساخ 100% للداير وولف الأصلي. اللي عملوه ان هم استخدموا تقنيات التعديل الجيني المكثف الكريسبر وتكنولوجيا تانية مشابهة. عدلوا جينات ذئب حديث او كلب بري عشان يخلوه يشبه في الصفات الجينية للداير وولف. الجراوة الناتجة عندها نسبة عالية جدا من الصفات، لكنها مش نسخة طبق الأصل، لأنهم ما كانش عندهم خلية كاملة من الداير وولف. بمعنى تاني هم عملوا استنساخ معدل، ما عملوش استنساخ كامل زي اللي عملوه في النعجة دولي. الفرق الجوهري هنا الاستنساخ الحقيقي يعتبر نقل نواة خلية أصلية للحيوان المنقرض لبويضة مفرغة، واللي حصل هنا هو هندسة جينية لحيوان حديث عشان يحمل صفات جينية للمنقرض. يعني تقدر تقول ببساطة إن الجراوي تشبه الذئب الرهيب جدا من الناحية الشكلية والسلوكية والجينية، لكن مش نسخة 100% طبق الأصل. ومش بس الداير وولفز، شركة كلوسال بايو ساينسز كمان عندها خطط ضخمة في مشاريع إحياء أنواع منقرضة، من ضمنها الماموث الصوفي وولي ماموث. بتخطط توصل لأول ماموث معدل جينيا لأم بديلة وهي فيل آسيوي بحلول سنة 2026، والباسنجر بيجن اللي كانت بالملايين في أمريكا الشمالية قبل انقراضها سنة 1914. المشروع بيهدف يرجع نسخة حديثة منها باستخدام جينات الحمام البري القريب ليها. وفي عندنا النمر التسماني اللي انقرض في الثلاثينات وكان رمز للتوازن البيئي في استراليا وتسمانيا. بيشتغلوا على دمج جيناته مع أقرب قريب ليه وهو الشيطان التسماني وطيور الدودو، وشغالين على إحيائها برضه باستخدام الحمام كقاعدة جينية بعد ما انقرض بشكل مأساوي على يد البشر في القرن ال17. في النهاية اللي حصل مع الذئب الرهيب مش مجرد إنجاز علمي وخلاص، دي خطوة ضخمة ممكن تغير مفهومنا عن الانقراض نفسه. لأول مرة بنشوف حلم إعادة الحيوانات المنقرضة بيقرب ويبقى قدام عينينا. بالتقنيات اللي بتتطور بسرعة المستقبل ممكن يكون فيه مفاجآت أكبر. ممكن في يوم من الأيام نشوف حيوانات اختفت من آلاف السنين راجعة تمشي تاني على الأرض. بس السؤال الكبير اللي هيفضل موجود، هل إحنا مستعدين فعلا نتحمل مسؤولية رجوعهم؟ اللي جاي هيكون مليان جدل، تحديات، وأكيد اكتشافات مبهرة.